أخرج الإمام أحمد وابن أبي عاصم عن مسلم ابن أبي بكرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل ساجد وهو منطلق إلى الصلاة، فلما قضى الصلاة، أي النبي صلى الله عليه وسلم انتهى من صلاته، رجع إليه أي إلى الرجل وهو ساجد، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يقتل هذا؟ أي هذا الرجل الساجد لله رب العالمين. فقام رجل فحسر عن ذراعيه واخترط سيفه وهزه، ثم قال: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي، كيف أقتل رجلا ساجدا يشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد عبده ورسوله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يقتل هذا؟ فقام رجل فقال: أنا، فحسر عن ذراعيه واخترط سيفه حتى رعدت يده، ثم قال: يا رسول الله، كيف أقتل رجلا ساجدا يشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد عبده ورسوله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما والذي نفسي بيده، لو قتلتموه لكان أول فتنة وآخرها. وقيل أن هذا الرجل كان من المنافقين، وقيل أنه كان ذو الخويصرة الذي اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدم إعطائه القسمة، بعدم عدله في القسمة، وطعن على أمانة الرسول صلى الله عليه وسلم. فأيها المسلم، لا يغرنك عبادة عابد، ولا سجود ساجد، ولا قراءة قارئ، ولا بكاء باكئ، ولا لحية ملتحي، فإنك لا تعلم ما في قلبه.